اللحمة الجديدة نزلت على السوق حاليا، وعودة راندي أورتن اللي كانت على شفا حفرة على قلوبنا، واحلى عودة صادمة صارت في العرض كلياته. من دون ما نطول عليكم ادعوا لاخواننا بفلسطين. ويلا على سرفايفر سيريس وور جيم. The apex predator, Brock Lesnar. Give me a hell yeah. Welcome to WrestleMania. Acknowledge me. ابتدينا يا جماعة الخير مباراة سانتوس الهبيلي ودراغون لي، أسوأ مباراة في العرض كلها. أسوأ مباراة، فيش داعي نحكي فيها كثير لأنه المباراة ما استمرت غير 4 دقائق، وإجا زي هيك فجأة قال بدي أخلع القناع وما أخلع القناع ورجلي وهاي. والمهم يعني مباراة جدا تافهة مش مهمة بالمرة، بعطيها أنا صراحة نص من 5. صراحة بالنسبة للمباراة الأولى كانت أصلا مش منطقية، إنك أنت عامل لي عدو مع كارليتو على أساس إنك بتغار، بعدين فجأة ينصاب كارليتو تدخلني دراغون لي. مباراة مش منطقية، ما كنت متحمس لها يعني ولا جزء هيك انه حماس بالمره. وكانت نهايتها كمان يعني معروف انه لسانتوس اسكوبار، بس خلصت كثير بدري، وزي ما قال مجد كثير تافهه، وبعطيها انا يعني هيك 1 من 5 ومكثر. المباراة اللي بعديها اللي هي مباراة اللحمة ضد جونثر. طبعا يا اخوان مبدئيا يعني المباراة هاي صراحة بديش اظلمهم، كبداية جدا حلوة، لكن من النص لحد الاخير جدا 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 سيئة. ترى نفس ما توقعنا احنا، نفس ما توقعت انا بالفيديو الماضي. اذا حضرتوه الفيديو انا قلت فيه انه يا اما واحد من السيناريوهين، اذا حبوا وهذا الاحتمال البعيد يرفعوا بذا ميز انه عشان تاريخه وهاي ما علينا، اذا حبوا يرفعوا فيه راح يفوزوا، هذا الاشي ما صارش، والاحتمال الكبير اللي هو بنسبة 90% انه يفوز جونثر، وهذا اللي صار وفاز جونثر. تقييمي للمباراة 1 من 5 وكثير عليها. طبعا يا جماعة الخير بالنسبة للمباراة تاعت دميز وجونثر انا ما كنت متحمس لها، ولا يعني نفس موضوع المباراة اللي قبليها مش متحمس لها، نتيجتها محروقة. لحم جديد مفروم نازل على السوق زي ما قال مجد. برضه ما تحملش تشامس من جونثر، مش زي على عكس شيمس، مع انه شيمس برضه مش مصارع كثير محترف، مصارع مش يعني ما عنده اداء كثير عالي، بس برضه بتحمل، فهذا كثير فرق يعني بين الاداء هذا والاداء هذا. جدا سيئة، ما حبيتها، بعطيها 1 من 5، وبرضه كثير مكثر، بس عشان ما نظلم جونثر، مع انه ترى جونثر مش احسن منه يعني، بس الفكرة انه ما تحمل ضربات من جونثر، المفروض يتحمل. والمباراة اللي بعديها اللي هي السرفايفر سيريس وور جيمز. اهلا وسهلا، وصلتوا لاحلى جزء في تاريخ السرفايفر سيريس كامل. هو يعني مش انه هيك مبالغ فيها، بس انه احلى عرض حاليا هاي السنة. يعني السنة هاي صار في عروض هبلة، بس هذا احلى عرض بهاي السنة. بالعادة يعني دائما المين ايفنت بكون دائما احلى جزء في الاشياء كلها، في اي عرض راح تلاقي دائما المين ايفنت دائما مولع وحريقة، مش دائما يعني، بس انه احلى اشي حاليا المين ايفنت. بديش اطول عليكم، زيد المايك معك تفضل. طبعا يا جماعة الخير زي ما قال المجد او تفضل علينا مجد، المين ايفنت دائما بيكون حريقة، دائما مستحيل انه ما يجي هيك مين ايفنت عاطل، الا كم مين ايفنت خليهم على جنب. المهم كانت المباراة رايحة بين الفريقين، كانت المباراة حلوة، مع انها تقريبا بتقدر تقول انها زي الوور جيمز السنة الماضية، نفس الاحداث تقريبا، بس جميلة، مش عاطلة كثير يعني. وبنص المباراة دخلت ريا ريبلي ومعها الحقيبة بدها تعمل كاش ان لديمين بريست عشان ياخذ الوورد هيفي ويت تشامبيونشيب. وقول لهم يا مجد هون اشتغلت موسيقى مين؟ جماعة الخير المهم اشتغلت موسيقى الشخص اللي فقدنا الامل بعودته بعد كل هاي الاحداث، وانتقزنا بقلبنا انه ممكن يخسر سيث رولينز الوورد هيفي ويت تشامبيون، ولكن صار اللي صار. رجع راندي اورتن من الباب القوي للدبليو دبليو اي. يا اخوان اقسم بالله فقدت الامل، انا فقدت الامل رسمي لما شفت انه تعدل العد التنازلي، وجت ريا ريبلي قلت خلص شكله فيش راندي اورتن، وعشمونا على الفاضي، وطلع برضه بعده مصاب، بس حبوا يعملوا اجواء ويزيدوا المشاهدات. ولكن فجأة راندي اورتن، وهون بلشت الوور جيمز. طبعا كلهم عملوا الحركة الدي دي تي تبعت راندي اورتن، نفس فكرة السرفايفر سيريس اللي صارت مع رومان رينز، وهذا الاشي الخطير اللي صار. بالضبط. كمان الار كي او اللي صارت من فوق من اخر الدنيا، هذه كانت دمار. وطبعا انتهت المباراة وفازوا فريق كودي روتس. طبعا شوفوا ايش اللي صار مع مجد وزيد، ردة فعلهم بالضبط. خلصت المباراة هم قاعدين يعني عادي عم نتفرج انا وزيد عادي، الامور طبيعية، وصرخنا صراخ مش طبيعي بسبب هذا الاشي اللي حتشوفوه قدامكم هسه.
سي ام بانك رجع، سي ام بانك رجع. يا الله يا الله يا اخوان، عشان تعرفوا احنا افضل قناة توقعات في العالم. زيد كمل، انا من كثر الفرحة مش قادر احكي ولا كلمة والله. طبعا يا جماعة الخير، سي ام بانك دخلته لحالها هزت الدنيا هز. ما اتوقع انا خلاص كان نهاية العرض وانه مستحيل سي ام بانك وعلى الاخر يعني، وبالاخير بوم سي ام بانك يدخل. هاي كانت كثير رهيبة، وهي من الشغلات اللي رفعت العرض، هي ودخلته هو وراندي اورتن. وان شاء الله انه احداث في الرو في سماك داون حتكون نار الايام الجاي، ونشوف شو بده يصير. ولهو بنكون وصلنا لنهاية أفضل عرض في هاي السنة لحد الآن من وجهة نظري. طبعا تقييمي الشخصي زيد قيموه كامل 2.5 من 5، أنا 3 من 5. العرض نهايته فقط حلو، أوليته كثير بخزي، بس أنا بقولكم أفضل عرض بالسنة يعني كنهاية فقط. يعني المين إيفنت هذا أفضل مين إيفنت طول السنة كاملة. وبس، يعطيكم العافية، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وإذا عجبتكم الفيديوهات إن شاء الله هنا مكملين. يعطيكم العافية. زيد بتحب تحكي شيء؟ وبالنهاية هذا كان هو الفيديو. ادعمونا ندعمكم، آزرونا آزركم، استنونا في الفيديوهات الجاي. مع السلامة. I don't know what you want. Let's have a